تعال احكي لك عن قصة معاناة طفل اسمه حسن أحمد حسن، من المقاولون إلى القطار ثم إلى الحلم. في محافظة المنيا وسط بيوت بسيطة وقلوب كبيرة ولد طفل اسمه حسن أحمد حسن، مواليد 2012. طفل مصري عادي، لكن جواه كان فيه حلم مش عادي، يبقى لاعب كورة كبير ويلبس يوم من الأيام فانيلة نادي كبير. حسن بدأ رحلته مع الكورة من الشارع ومن غير ملاعب ومن غير إمكانيات. كانت الكورة هي كل حاجة في يومه، هي المدرسة وهي اللعبة وهي الهروب من الواقع. وفي لحظة فارقة جات له الفرصة اللي بيحلم بيها أي طفل في سنه، نادي المقاولون العرب. فتح له الباب وضمه لقطاع الناشئين، لكن الطريق ما كانش سهل. حسن كان بيسافر يوميا من المنيا للقاهرة علشان يحضر التمرين. كان بيصحى قبل الفجر، يركب القطر ويوصل القاهرة، يتمرن ويرجع تاني، كل ده وهو لسه طفل عنده 10 سنين. تحمل كتير وسكت كتير واشتغل على نفسه أكتر، لكن للأسف بعد فترة النادي قرر الاستغناء عنه. حسن سمع الكلمة اللي بتكسر ناس كتير: انت مش هتكمل. رجع المنيا مكسور بس ما استسلمش، فضل يحلم ويفكر في طريق تاني. وبعد شهور سمع عن اختبارات في نادي البنك الأهلي، قرر يروح رغم المسافة ورغم التعب ورغم خيبة الأمل اللي لسه ساكنة جواه. وراح حسن وشارك وقدم أداء أبهر المدربين، اتقبل فورا في فريق مواليد 2012. لكن المعاناة ما خلصتش، لسه بيركب القطر كل يوم من المنيا للقاهرة. وفي يوم حد صوره وهو نايم في القطر مرهق جدا. الصورة انتشرت على السوشيال ميديا وقلوب الناس اتحركت. الصورة وصلت لرئيس نادي البنك الأهلي اللواء أشرف نصار، واللي اتحرك فورا واستضاف حسن في استراحة النادي بالقاهرة، ووفر له إقامة كاملة، أكل ونوم وراحة ودعم نفسي قبل أي حاجة. النادي أصدر بيان رسمي قال فيه: مش هنسيب موهبة زي دي تتكسر بسبب ظروف السفر. احنا هنا علشان نساعد ونبني، مش علشان نهدم. ومن هنا بدأت المرحلة الجديدة في قصة حسن. بقى عنده مكان ينام فيه ويتمرن وسط زمايله مرتاح، وبيكمل حلمه بكرامة مش بتعب. النهاردة حسن بيشارك في كل تمرين، عنده طموح، عنده طاقة، وعنده هدف مش هيتنازل عنه. حسن أحمد حسن بقى رمز لكل طفل عنده حلم، لكل حد اتقال له مش هتنفع ورد وقال هتشوفوا أنا بكرة هبقى إيه. من البداية في المقاولون لوجع القطار اليومي لدعم نادي البنك الأهلي، النهاردة بيبدأ فصل جديد في قصة شاب صغير. اسمع أبوه حكى قال إيه عليه. قال لك: احنا عايشين في المنيا وحسن بيحب الكورة، وبقاله 5 سنين بيعاني في السفر من المنيا إلى القاهرة يوميا. من وقت ما كان لاعب في المقاولون العرب، حسن بيسافر لوحده للقاهرة علشان ظروف شغلي، وأنا معايا 5 أطفال، وكل اللي بقدر عليه إني أشجعه وأقول له استحمل، اللي عايز يوصل لحاجة لازم يتحدى الصعوبات. حسن لعب 3 سنين أساسي في فريق الناشئين بالمقاولون العرب، بعدها النادي استغنى عنه. وقتها قال لي إنه لازم يثبت نفسه، وخضع لاختبارات في أندية كتيرة منها الأهلي، لكن بعدها مضى في البنك الأهلي مع الكابتن بدر رجب. وأضاف أبو حسن: النهاردة اتفاجئت بمكالمة تليفون من النادي وقرار توفير سكن ليه في استراحة. بصيت للسما وبكيت، لأن حسن تعب وكان بينام على الأرض في القطار في الشتاء وبيتعب من الشمس في الصيف. وقلت مش هحكي على معاناة حسن غير لما ربنا يكرمه ويواصل للحاجة وقت رحيله من المقاولون العرب. قلت له ربنا شايل لك الأفضل، وحسن يستاهل دعم من كل الناس. وفعلا ربنا كرمه برئيس نادي اسمه اللواء أشرف نصار، اللي أكد في بيان رسمي إقامة اللاعب حسن أحمد باستراحة النادي وتسهيل جميع أموره، وذلك بعد تداول صورته في القطار خلال رحلته من المنيا إلى القاهرة لحضور التدريبات.